بعد إعلان نادي سيراميكا كليوباترا منذ دقائق التعاقد مع خط نص ملعب النادي الأهلي اللي انتقل لنادي سيراميكا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي. فبكده اللعيبة اللي لعبت للنادي الأهلي واللي يبدأوا مع سيراميكا الموسم القادم، إذا كان على سبيل البيع النهائي ولا على سبيل الإعارة، ولا اللي إذا كان لعبوا النادي الأهلي قبل كده وانتقلوا للنادي ومن النادي ده انتقلوا للسيراميكا. ويمكن 8 لعيبة لعبوا للنادي الأهلي عامة يعني هيبدأوا مع سيراميكا الموسم القادم. وأبرز اللعيبة عندك عمرو السولية واحد، عندك كريم الدبيس اتنين، عندك كريم ندفيد تلاتة، عندك خالد عبد الفتاح أربعة، عندك يوسف سيد عبد الحفيظ خمسة، عندك محمد مغربي ستة، عندك حسين السيد سبعة، عندك سعد سمير تمانية. ودول التمن لعيبة اللي لعبوا للنادي الأهلي، منهم اللي جه من يعني اللي راح من أندية بعد ما خلص مشواره مع النادي الاهلي وعلى سيراميكا، ومنهم اللي مشوا دايركت من النادي الاهلي لسيراميكا زي مثلا كريم الدبيس، زي عمرو السولية، خالد عبد الفتاح، كريم ندفيد، يوسف سيد عبد الحفيظ. طبعا دول اللي ابدعوا بعد مع سيراميكا كليوباترا بعد انتقال عمرو السولية منذ دقائق. وكان قبليهم طبعا احمد القندوسي اللاعب الجزائري اللي ما خدش فرصته مع النادي الاهلي. يمكن احمد القندوسي بعد ما مشي من النادي الاهلي كسر الدنيا مع نادي سيراميكا، وكولر برضو ما كانش مقتنع بيه، وكولر ما كانش مقتنع بكل اللعيبه لغايه ما لعب في سيراميكا وتألق وجات له اصابه والحمد لله ربنا شفاه منها واحترف في اوروبا بعد كده. احمد القندوسي يعني في لعيبه الاهلي وسيراميكا عاملين دويتو جامد بصراحه.